وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هنا سائل يقول: حياكم الله يا شيخنا، كيف نطبق كلام ابن مسعود رضي الله عنه في حياتنا الذي يقول فيه: قسما بالله ما ظن بالله أحد ظنا إلا أعطاه الله ما ظن، وذلك بأن الفضل كله بيد الله. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على قدر النوايا تأتي العطايا. لا شك أيها الإخوة أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين، والله عز وجل عند ظن عبده به فليظن بربه ما يشاء. الله عز وجل ذو الفضل العظيم، يهب ما يشاء لمن يشاء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. والمؤمن ينبغي عليه أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، فيسأل ربه ويدعو ربه سبحانه وتعالى محسنا الظن بالله عز وجل. إذا سألت الله عز وجل فلا تنظر إلى حالك، وإنما انظر إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإن من دعا الله عز وجل محسنا الظن بالله عز وجل موقنا بالإجابة فإن الله عز وجل يجيب سؤله. لكن إجابة السؤال لا يلزم منها أن يعطى الإنسان ما أراد، بل الله عز وجل حكيم، قد يعطي العبد ما سأل إن كان له في ذلك خير، وقد يجعل سؤاله سبباً لأن يدفع عنه شراً لا يعلمه هو أعظم خيراً له مما سأل. وقد يجعل الله عز وجل سؤاله مدخراً له يوم القيامة لينال به المنازل العالية من الجنة. فالعبد يحسن ظنه بالله ويعلم أن الله عز وجل عند ظنه بربه، وإذا دعا وسأل فإنه يعلم أن الله عز وجل مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، إذا لم يتلبس بما يمنع من إجابة الدعاء. لكن لا يعجل، فلا يقول دعوت فلم يستجب لي، أو لا يقول أنا لا خير في لا يستجاب لي، بل يستمر في دعاء الله عز وجل، فإنه في خير على ما ذكرنا مما يكون له عند سؤاله الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنك كلما أخلصت لله عز وجل في قلبك كان عطاء الله عز وجل لك أعظم. فبقدر ما في القلب من إخلاص عند الدعاء وعند السؤال وعند العبادة يعطي الله عز وجل عبده من الخير ما يصلحه، ما يشاء مما يشاء في الدنيا ويكرمه في الآخرة. ولذلك أيها الإخوة أقول: ليس المراد أن العبد يعطى متع الدنيا إذا أحسن ظنه بالله عز وجل، بل نقول إن المراد أن العبد إذا أحسن ظنه بالله وأخلص لله عز وجل وأيقن بالإجابة أنه يعطى ما يصلحه.
والله حكيم عليم يعلم ما يصلح العبد، والله أعلم.